جاهزون يا أطفال؟ السلام عليكم اعزائي. النهارده يا جماعه عندنا الحلقه رقم 32 في سلسله من الصفر، فيديوهين في 3 ايام مالكش حجه خلاص بقى. طبعا يا اعزائي ما كانش في حلقه في الاسبوع اللي فات لان انا يا جماعه كنت بحوش كوينز اصلا، عشان كنت عارف ان في اكيد باكج قوي جدا هينزل النهارده. هنخش نشوف، انا لسه ما اعرفش. صدقني أنا لو أعرف أقول لك. بالاضافه الى يا اعزائي بقى باكج يا جماعه اسبانيا 2026 اللي هم ابطال العالم، واللي يا اعزائي هنفتح عليه النهارده وان شاء الله باذن الله هيجي لنا حد يعني. واثقه من نفسها. يا عايزي انا كده كده اصلا واثق في حساب من الصفر ان هو حظه كويس ان شاء الله يعني. السلسله يا عايزي قربت يا جماعه تنتهي خلاص كده، فباقي تقريبا عليها حلقتين او 3 حلقات حاجه زي كده. فلا بقى عايزين ما تعرفوش ان يا جماعه ان شاء الله باذن الله الحساب ده هيكون يا جماعه من نصيبكم انتوا. فبقى ايه الخطوات ايه بقى؟ ان انت بقى تخش حاليا تعمل لي فولو على انستجرام الجديد، فانزل بقى يا عزيزي تابعني تحت على الانستجرام الجديد اللي ان شاء الله باذن الله هيكون عليه المسابقه. وطبعا بقى يا عزيزي ما تنساش ان انت بقى توحد لنا كده وتصلي على النبي وتدوس معانا لايك واشترك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. بالاضافه يا جماعه ان احنا عايزين نوصل لل 100000 مشترك ان شاء الله قبل نهايه السنه. ولا بينا بقى عايزين ما نضيعش وقت كتير يا جماعه ونخش دلوقتي على الفيديو. اوكي عايزين من اولها كده يا جماعه الواجهه حلوه جدا، ودي تقريبا حمله الذكرى ال 31. عرفت إزاي؟ فاكيد هيبقى فيها مثلا باكج ايبك قوي باذن الله. فان شاء الله يبقى في مثلا رونالدو نازاريو، زين الدين زيدان كده يعني. انا مش هنزل على المستوى ده. فين ايام يا جدعان كريستيانو رونالدو؟ ايام ما كان شريك رسمي للعبه في 2021 كنت بتفتح كده تلاقي عمك قدامك كده في الصوره. اوكي عايز هنا بقى يا جماعه تسجيل الدخول هنا 10000 جي بي. بالاضافه هنا يا جماعه ان احنا هنا خدنا فتحه مجانيه هنا على الباكج الجديد، وده الباكج بتاع النهارده يعني. انا عامل كل ده ومقدمه نار وبتاع على الباكج ده. تمام ده باكج حلو، بس ده على كاس العالم، وكاس العالم اساسا انتهى يعني. بس هو في هنا يا جماعه هنا ايرلينج هالاند، هاري كين، كمان كريستيان روميرو. فين ميسي اللي كان عامل اداء عالمي اصلا في البطوله. والله يعني انا كنت متوقع حاجه تانية خالص يا عزيز. في هنا يا جماعه هنا معانا في الحمله دي هنا 10 كوين 10 كوين 30 كوين. طب ما بيشحتونا ولا ايه؟ خد فلوسك يا بيه، أنا مش شحات. طب نخش يا عزيزي حاليا على ضربه الجزاء، لان انا بصراحه كنت داخل على باكج تاني يا عزيزي. ده انا من امبارح بحلم بباكج رونالدو نازاريو او زين الدين زيدان. نخش هنا طبعا يا عزيزي على الباكجات. هو ده يا جماعه الباكج اللي انا قلت لك عليه. في هنا باكج اسبانيا 2026. في هنا يا جماعه 6 لعيبه. انا فتحت هنا الفتحه المجانيه وما جاليش حد. هنا بقى يا جماعه هنا رجوع معانا باكج نجوم الاسبوع، بس ده تقريبا ديت يا جدعان بطاقات قديمه اصلا. انا معايا بطاقه ديكلان رايس دي اصلا بس كده تقريبا. بس ثواني، هو ما ليه ما شالوش الباكجات بتاعه المنتخبات دي؟ مش كاس العالم انتهى يا جدعان. صباح الفل يا كوكو. الباكجات بقت قليله قوي والواحد داخل يا جدعان عامل حسابه على باكجات كتير. طب حزم طيب اي حاجه. أنا على آخري. طب في هنا يا جماعه لاعب هنا جديد على فكره في متجر النقط اسمه جوريال هاتو. والله العظيم ما انا جايبه. ده يعني هيلعب يعني على اوريلي مثلا؟ اكيد لا. طب عايزين نشوف الاحداث يعني، يمكن يبقى في احداث كويسه. طيب في هنا يا عزيزي هنا الورلد ستيج كونتندرز. في هنا يا عزيزي 50 كوينز بالاضافه الى توكن بوستر. اوكي ده تقريبا هنا برضو يا جماعه تقريبا هنا تبع الحمله، بس مدخلين الحمله في كاس العالم ليه كده؟ وده هنا بقى يا عزيزي الانجليش كلاب اللي هو الانديه الانجليزيه، حاطين هنا الفتحه المجانيه يا جماعه بتاعت باكج نجوم الاسبوع. دي اللعبه بقت فقيره كده وما بقاش فيها حاجه، ما بقاش فيها حدث حتى. اوكي في هنا يا جماعه هنا البلانتي شوت رجعت تاني. في الاونلاين هنا برضو يا عزيزي الانجليش كلاب اللي هي الانديه الانجليزيه برضو. هنا برضو 50 كوينز. عندنا ريحه تجميع كوينز كويسه النهارده. طب نخش هنا يا عزيزي حاليا يا جماعه على الكامبين هاب نشوف بس هو في ايه يعني. احنا تقريبا هنا ناخد عليهم عقد اختيار حاجه زي كده، بس تقريبا هم ليه يعني من صغرين اللعيبه قوي كده. ده الواد دينيس بيركامب ده تقريبا. وفي هنا كمان يا جماعه هنا ريكورد. ايه يا جدعان عايزين تجيبوا لنا ضعف نظر يعني. في هنا كمان يا جماعه اللاعبين اللي لسه هيكشفوا عنه. اوكي ايه الكامبين هاب ده؟ ثواني ايه الحلاوه دي؟ إيه الحلاوة دي؟ فكره جديده من افكار كونامي شكلها. بس في هنا يا جماعه هنا عقد اختيار على لعيبه اللي هم اللي احنا لسه شايفينهم دول. اوكي في هنا يا جماعه هنا اللاعبين لسه ما كشفوش هنا عنهم، بس في هنا يا جماعه هنا دينيس بيركامب وكمان ريكارد وكمان ماسارو، بول سكولز، ماركو رويس، وروي كوستا، فان بوميل، وبالاضافه الى ديفيد سيمن حارس مرمى. بس هنا يا جماعه فرانك ريكارد اتمنى ان هو ما يكونش نازل انكرومان ديستروير. تمام ريكارد الانكرومان حاجه تانية تقارنه عادي على فكره باتريك فيرو عادي جدا ويمكن زيه كمان. هنا بول سكولز نازل هنا بوكس تو بوكس. انا معايا يا جماعه واحده في حساب الاساسي بس الثانيه كرييتيف بلاي ميكر. وهنا على فكره هنا نازل باللوس كريمر. يا ساتر على الحلاوه. وتتباص بقى بين بوينت وتراك باك. اوكي يا عزيزي هنا يا جماعه هنا عندنا الفتحات اللي احنا خدناها ديت ناخدها هنا دلوقتي ونشوف هنا اول
باكج معانا في الاعلانات هيكون معانا ايه دلوقتي فتحه على باكج راؤول اللي ما جاليش اساسا من اول السنه. طب الفتحه الثانيه يا عزيزي راندوم سكيل. راندوم سكيل انا بحب الراندوم سكيلز دي بس بتضيع على الفاضي في الاخر. يلا طلع طلع. طب نجيب يا عزيزي ال 10 كوينز. حاليا يا جماعه هنا وصلنا هنا لل 1515 فحاسبينها بالسحتوته. هندخل هنا بقى يا عزيزي نجيب بقى هنا يا جماعه ال 50 كوينز وبالمره اكتشف الحوار بتاع الكامبين هاب ده كده وابقى اجي اشرحه لك. اشوفكم بعد الفاصل. فاصل ونعود. اوكي يا عزيزي بعد يا جماعه ما خلصت هنا احداث الاوف لاين دلوقتي يا جماعه نخش هنا على الاونلاين ونجيب حاليا هنا مانشستر سيتي ونخش نجيب ال 50 كوينز اللي في الحدث. معانا هنا برضو يا عزيزي مانشستر سيتي برضو زينا بس الحمد لله مفتوح سمارت اسيست عشان يا جدعان بتفتق بالسمارت اسيست حرفيا. اسهمنا يا جماعه هنا كويسه ودي يا جماعه هنا تشكيله الخصم بيلعب هنا 4 2 3 1 تشكيله الدوري المصري بتاعنا ده. انا مستني الهدف الاول اللي انا هلبسه في الاول والله العظيم زي هو سكريبت حلقات اسمع مني يا ابن اللعيبه. بذمتك قلت لك ايه وحياة ربنا بقول لك احساس سنس. ولد حلو يا تورس روح يا تورس روح يا تورس روح يا تورس. ضربة جزاء يا حكم. ايوه كده حكم شاطر انت كده حكم شطور بس هتضيع على فكره هتضيع. اسمع مني هحطها في النص يلا وهي وحظها بقى اهي في النص. يلا يا عم الحاج ضيوف بالله عليك يا ضيوف. ميرسي خالص. تمام متوقعه ما انا عامل ايه طيب هي حظ اصلا. هاتولي الكلب ده. اوين فكره يا جدعان انا مش عايز اشتكي بسبب حوار التقل ده والله. ممكن تلعبنا مع حضرتك بعد اذنك يعني نلعب معاك بس عشان هو بقى له 7 ساعات ماسك الكوره. طيب يا سيدي شكرا يا حبيبي شكرا جدا. وقالك انت مش هتلعب خالص بقى. تمام ماشي يا عمنا هنحاول والله هنحاول نجيب جون حتى يعني. تشافي سيمونز عند توريس. ودي يا توريس بالله عليك لو عملناها دلوقتي ممكن يبقى في حاليا ريمونتادا والله ممكن. ماشي اخيرا روح بالله عليك يا توريس. استنى اهي ودي دي ضيوف يا ابن اللعيبه يا ضيوف. ريمونتادا في دقيقتين يا جدعان. وسع بقى روح. سيمونز حلوه قوي دي اهي. شفت السهوله عامله ازاي. انا مش مصدق نفسي والله العظيم ان انا رجعت. الحمد لله يا عزيزي الحمد لله انتهت يا جماعه بنتيجه 3-2 وخلصنا الماتش ده وتمت اضافه هنا يا عزيزي 50 كوينز بنجاح. نخش على ال 50 كوينز الثانيه بقى. معانا هنا يا عزيزي الخصم بقى يا جماعه اللي بعده هنا اسبانيا. هنا يا جماعه اسهمنا كويسه بس مانويل كوني مش عايز يلعب بس هلعبه برضه يعني. تشكيله الخصم هنا برضه يا عزيزي كويس. اوكي هو الواد متأني قوي يعني سيرجيو راموس. ايه اللي جاب راموس هنا. هنلبس الاول يا ابن اللعيبه يا مانيا. خلاص طب صلي على النبي يا نهار اسود. الحمد لله يا جدعان الحمد لله. انا مش عارف اتحكم زيرو كنترول. هو راموس ده ازاي راموس في اللعبه. هو ده حد تاني يعني اسمه راموس ولا ايه الدنيا. ايه مفيش بينج. لبسنا الاول. عرفت ليه انا مش بلعب ماتشات كتير عشان كده والله العظيم. اول ما بشوف الماتشات دي بتهربوا. يا نهار اسود. هنلبس التاني هو التاني فعلا. لا خلاص بص احنا هنستمتع والله وخلاص يعني. خد المرسله التانية. شفت الدنيا حامله ازاي. انا بس بحاول ان انا اعمل اي حاجه. اطلع يعني نسيت حاجه ورا ورجعت ولا ايه. حلو ريان حلوة يلا يا ريان يا شرقي. ترام استنى ساعة 6 وروح يا ابن اللعيبة اهي. حلو وحياة ربنا جامد يا جدعان الجول ده بس احنا عايزين نركز بالاضافة الى ان انا ابقى سابق النت بخطوة فاهم. اوعى التالت. الحمد لله. شرقي راح زاد في السرعة. شرقي راح من مبابي يا رب توصل. الحمد لله يا جدعان التاني الحمد لله سجلنا التاني الحمد لله. والتعادل هي فيها ريمونتادا زي اللي فاتت ولا ايه. اهدى بقى ما تهدى بقى يا عم الحاج. داني اولمو اهدى الله يسترك بالله عليك. ده كان الامل هيتاخد مني دلوقتي. كنت رايح اجيب ريمونتادا تانية. استنى ريبري كوني استنى بص. روح ترام. انا غبي ان انا ما شفتش معلش انا اسف. طب انا امسك ده ولا اسيبه يروح ولا اعمل ايه. طب الحمد لله ودي كوني حلوه. روح تاني يلا روح يا شرقي.
على الثابته تاني يا ابن اللعيب، ما اتعلمتش من خطأك خالص يا ابن بس هو ليه استلم بقى؟ ليه السؤال هنا ليه استلم؟ ما هو يا اما كونامي يا اما البنج، حاجه من الاثنين. الحمد لله عايزين انتهت يا جماعه بنتيجه 3-2. ما كنتش متوقع والله العظيم خالص ان انا ارجع اصلا يعني. بص 3 تسديدات 3 اهداف، احنا بنحب نستغل الفرص جدا. هو 8-4 على الجون مسجل هدفين. لا النت المره دي بقى كان فيه لاج بجد. هو بص كان لاج وبنج الاثنين، ده كان 161,000 كان عادي يعني. وناخد هنا بقى يا عزيزي ال 50 كوينز الثانيه. نخش هنا بقى يا عزيزي على الميشنز يا جماعه، وناخد هنا كل الهدايا بتاعت الميشنز اللي احنا عملناها اللي هي المهمات يعني. وتعالى بقى يا عزيزي هنا افهمك بقى الكامبين هاب عامه. بص انت هنا في البدايه هنا ما قدامكش هنا خيار غير ان انت تاخد هنا اول جي بي اللي هي ال 5000 جي بي اللي هي بتبقى في الاولى دي. بص هنا يا عزيزي هنا هتاخد هنا ال 5000 جي بي الاول، تمام؟ يعني ديت حتميه عليك ان انت لازم كده اصلا هتاخدها. بعد هنا ما خدت ال 5000 جي بي حاليا هنا قدامك هنا بقى خيارين، يا اما هتختار ريكارد يا اما هتختار افاتار الواد روي كوستا ده تقريبا حاجه زي كده يعني. فانا بصراحه هنا اختار ريكارد دوت يا جماعه، مش اللعب عشان تبقوا عارفين يعني. ده انت هنا بتاخد هنا افاتار بس مش اكتر. وبعد كده يا عزيزي ال 5000 جي بي ديت مقرره عليك ان انت برضو لازم هتاخدها اجباري. هنا انت بقى هنا هتختار يا اما البوزيشن تريننج يا اما الراندوم سكيل. انا هنا بصراحه هنا اختار الراندوم سكيل. عدي يا عم عدي. فانت كده البوزيشن تريننج ديت اتحرقت عليك حاليا. انت هنا برضو هنا قدامك التيفو، فانت لازم هتاخد التيفو برضو. هنا بقى انت هنا قدامك هنا 3 خيارات، يا اما البوزيشن يا اما الراندوم سكيل يا اما ال10 كوينز. انا هاخد ال10 كوينز طبعا يعني. هنا بقى يا عزيزي هتكمل الطريق، لان هنا يا جماعه مش هتلاقي هنا سكه اصلا، لازم هنا تكمل الطريق ده لغايه طبعا ما توصل لل 30 كوينز اللي في الاخر. هناخد هنا برضو ال 4000 نقطه تدريب دول اخر حاجه يا جماعه هنا في الاسبوع ده عامه، وهي 30 كوينز بس كده. يبقى الاسبوع الاول كده خلص يعتبر. وفي الاخر هنا بقى يا جماعه هيكون هنا معانا عقد اختيار، او مش عارف بصراحه فتحه مجانيه ولا عقد اختيار، تقريبا ده عقد اختيار يعني. نخش هنا بقى يا جماعه هنا على البوكس وناخد الهدايا 30 كوينز 10 كوينز كمان 50 كوينز يا عزيزي اللي احنا خدناها، وال50 الثانيه بالاضافه هنا يا جماعه الى 50 كوينز حاليا معانا 1750. تعالى بقى يا عزيزي نخش دلوقتي على الباكجات اللي بصراحه يعني ما كانتش اللي انا منتظرها قوي كالعاده. طبعا هنا هنسخن براؤول اللي هو مش هيجي لنا طبيعي جدا يا عم راؤول، ما كنت مستنيك اصلا يعني. معانا هنا برضو يا عزيزي واحده هنا كده 5 نجوم نجيب بيها مانويل نوير ولا حاجه. تعالى يا عم الحاج مع انك شطبت بس تمام يا مرحبا يا ملك. هنا بقى يا جماعه نجوم الاسبوع اللي هو مكونه اساسا من 30 لاعب عامه. الوحيد اللي انا بصراحه عايزه منهم هو ابريتش ايزي اصلا يعني. ابريتش ايزي يا عزيزي واللي كان نازل هنا هو البلاير. شفت السجع؟ نشوف بقى يا عزيزي الفتحه المجانيه ويا ترى هيجي لنا منها مين. ده مين ده الحاج نيمار ده شكله. ده نيمار يا جماعه نسخه سانتوس نسخه الكرش كمان الاثنين. بص الكرش يا عزيزي، بص نيمار بقى عامل ازاي. باكج يوم الخميس بقى يا جماعه اللي فيها ايرلينج هالاند وهاري كين وكمان كريستيان روميرو. هنفتح هنا عليه برده فتحه المجانيه. هو تقريبا مفيش هنا لعيبه زياده، مفيش لعيبه زياده، مش 6 لعيبه زي الباكج اللي فات، مع انه يعني بص البرتقاني يعني صباح الفل. فبسم الله الرحمن الرحيم الفتحه المجانيه ممكن يجي لنا منها حد ولا لا؟ اكيد لا، انا واثق من هذا الخيار بالظبط. لعيب محدش سمع عنه في طبق اليوم حد. بص بقى يا عزيزي الباكج يا جماعه بتاع اسبانيا ده هو اللي يمكن يجينا منه حد، لان هو فيه 6 لعيبه عامه، واللي هيكون فيه يا عزيزي هنا اوناي سيمون لامين يامال كوكوريا وداني اولمو كمان فيران توريس وكمان رودري. انا عايز بصراحه هنا اي حد منهم وبالذات داني اولمو يعني اتمنى يعني، او اي حد بالله عليك مش مهم، هات لي اي حد على مزاجك كونامي معلش، اي حد بس تجيبي حد بعد اذنك يعني. ما يقربش من هنا. ما جابتش حد صح؟ مش هيلف ده ثواني، ده شكل كده ده 4 نجوم كمان يا عزيزي. الكوينز اللي انا تعبان وشقيان فيها اجيب بها لعيب 4 نجوم و3 نجوم كده كلكم في سله المهملات. كنت اتمنى بصراحه ان احنا نجيب حد النهارده جديد يعني بصراحه، بس للاسف يا عزيزي مفيش نصيب. هي دي يا جماعه تشكيله من الصفر اللي احنا قدرنا نجمعها في 31 حلقه بالظبط. النهارده مفيش اضافات نهائي خالص. بس كده يا عزيزي هي دي يا جماعه تبقى نهايه حلقه اليوم. واحد اللي بقى كده وصلى على النبي، ونشوفكم ان شاء الله يا جماعه في فيديو جاي. مع السلامه.